بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة هنعمل كان عندي حتة مخ كانت في التلاجة، يعني من مخ كامل. أخدت حتة وفضلت الحتة دي. طبعا حتة صغيرة، طبعا نعملها ببيض. المخ يا جماعة في ناس بتعمله لما بيبقى كامل على بعضه بيجيبوه يسلقوه ويتعاملوا معاملة البانيه، بصمات وتحميره وحاجات كده بيتعاملوا معاملة البانيه. انما النهارده انا عشان حتة صغيرة فهعملها ببيض، يعني حاجة بسيطة كده. كانت عندي قلت بقى استغلها، مش لاقي حاجة كده، يعني مش لاقي استخدام ليها غير كده. ادي بطينة همت، ادي السمنة البلدي يا جماعة انا بخزنها من السنة للسنة. السمنة البلدي اللي على اصولها، يعني بنجيب زبدة ونسيحها ونحطها في البرطمانة، بتقعد بسم الله ما شاء الله تبارك الله الف هنا وشفا يعني. دي كوسة هعملها محشي ان شاء الله عشان بكرة الحاج صايم باذن الله. كوسة نعملها محشي، ودي البدنجان اهوت لسه في الكيس برضو لسه ما عورناهوش اهو. ده بدنجان ابيض. البيض اهوت طاسة تيفال حطينا فيها معلقتين سمنة صغيرين كده اهو، او معلقة كبيرة يعني يعتبر. هنعمل البيض زي كأنك ما بتعملي بيض مقلي عادي، زي ما تكوني بتعملي بيض مقلي. بعد كده بيستوي وتضيفي فلفل اسود وكمون والملح طبعا، وتضيفي عليها حتة المخ ديت وتقلبيها مع البيض لحد ما تستوي. واعمل البيض وارجع لكم ان شاء الله. هذا البيض يا جماعة اهو خلاص قرب يستوي. نضيف عليه ايه بقى؟ المخ اهو. احنا ضفنا المخ اهو، طبعا نعمله كده. طبعا احنا مهدين النار طبعا اهي، مهدين النار خالص. يعني واضح ان احنا لازم نعلي النار شوية اهو. علينا النار عليه عشان ايه؟ ده بيتعامل بقى معاملة ايه؟ بولو بيف. البسطرمة تتعمل ببيض، البولو بيف بيتعمل ببيض، يعني زي الحاجات دي كده يعني اهو. لازم يستوي شوية. هو طبعا يا جماعة المخ محدش يعني، هو في طبعا ناس تعرفه طبعا اكيد، وفي ناس بتجيبه بس استخدامه قليل اوي، يعني ما بشوفش حد كتير يتكلم عن المخ، يعني بيبقى نادر اوي ان الناس تجيب المخ وتاكله، نادر اهو. اهو هدينا النار شوية خليه ياخد شكل السوا. بنحط ملح اهو، ملح الهيمالايا، انا ما بستخدمش غيره بصراحة.
الملح العادي بقى انا بستخدمه في المخللات. حطيت ملح، ادي لازم فلفل اسود عشان الزفارة طبعا، ادي فلفل اسود، شوية كمون صغيرين برضه، يعني حطينا ملح وفلفل اسود وكمون. لازم يتقلب كده عشان كله يبقى سوا واحد اهو، يبقى سوا واحد اهو. هو طبعا ما بياخدش سوا كتير خالص. اللي عايز يجيبه يا جماعة يروح للجزار طبعا. اللي هو طبعا هي بيبقى في الدماغ بتاع البهيمة اللي بتتذبح، العجل او الفحلة او اي حاجة، طبعا بتروحي تخمني عليه من بدري عشان في ناس بتاخده كتير. تقولي للجزار انا عايزة المخ، طبعا يطلعوه، في ناس بتنضف الراس ويطلعوه بحرص، وطبعا اللي عايز ياكله يعني. بس هو بيبقى جميل اوي وظريف، ظريف اوي في الاكل، طعمه حلو اوي. قلنا عشان هو بيبقى زفر شوية، كمان البيض زفر، لازم نحط شوية فلفل اسود وشوية كمون والملح بقى العادي الحياة اللي انت بتحبي. والف هنا وشفا يا جماعة. نحطه بقى في الطبق، نبتدي بقى ناكله بالهنا والشفا ان شاء الله. هو كده خلاص. هو كده خلاص استوى، لان هو ما بياخدش سوا خالص، ما بياخدش سوا خالص. ادي يا جماعه الشكل النهائي للطبق، اللي هو المخ بالبيض. طبعا بيتاكل بعيش تغمزي بيه، ملوش اكل غير كده. زي ما تكوني بتغمزي بسطرمه بالبيض، تغمزي بلبيف بالبيض، اكله خفيفه وسريعه وشهيه، وطعمه مش قادره اقول لكم تحفه، ولا الريحه ما شاء الله تبارك الله. اللي عايز مخ يا جماعه يجيبه من عند الجزار، يحجزه مسبقا، لان الحاجات دي ما بتروحيش كده تقولي مش زي اللحمه تروحي تقولي للجزار انا عايزه مخ، لا بتحجزيه تتكلمي الجزار بتاعك وتحجزيه مسبقا. هما بقى بيتعاملوا معاه ويجيبوه من السلخانه تقريبا على ما اسمع يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعملوا لايك وشير للفيديو، يا رب يكون عجبكم. وفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.